لو عندك اكل بايت اوعي ترميه، تعالي هقولك هنعمل بيه ايه. هنعمل طبق جديد، طبق حلو قوي، وطبق طعمه خطير جدا، طبق بيشبع. وممكن نعمل منه الطبق ده نتغدى بيه، ويكون جميل جدا وكافي جدا ومشبع جدا. بس قبل ما اقولك وصفتي، انا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل جديد. دي كانت بقايا الاكل، كانت صدر بطاية بالشكل ده، وبدأت كده اشيل الجلد من عليها علشان انضفها، وهنعمل بيها طبق جديد وطبق كمان جميل قوي هينفعنا وهنتغدى بيه. لكن ما كانش ينفع ابدا نرمي بقايا الاكل، حرام طبعا. هنعمل بيه اكلة جديدة ووصفة جديدة طعمها حلو وشكلها كمان كان خطير. هنبدأ هنا اهوت نجهز بقى للطبق بتاعنا، وناخد صدور البطاية كده ونقطعها بالشكل ده. طبعا البطاية كانت كبيرة شوية، علشان كده كان صدر البطاية كان سميك قوي. فهنبدأ نقطعه كده قطع علشان نعمل بيها طبق حلو قوي. طبعا هنعمل النهاردة طبق رز بسمتي، وطبعا كلنا بنحب الرز البسمتي، وخاصة بقى لما نبهره كده بتبهيرة جميلة قوي بيكون طعمها مميز كده وخطير. هنبدأ هنا اهوت نحط الحلة على النار، وهنحط فيها شوية زيت وشوية سمنة، وبعد ما يسخنوا شوية هننزل بالبصلاية اللي كانت مفرومة، أو كمية بصل مناسبة تناسب كمية الرز بتاعتنا. هنقلب البصلاية كده لحد ما ريحتها الحلوة دي تطلع، وبعد كده هنبدأ نحط بقى عليها لوري وحبهان ومعلقة قرفة ومعلقة فلفل أسمر، علشان نبهر الرز بتاعنا بالبهارات الجميلة دي. بدأنا هنا بالحبهان، حطينا كام فص حبهان، وضروري جدا تعدي الحبهان علشان تطلعيه من الرز تاني بعد ما يستوي. هنا نزلنا بكمان كام ورقة كده لوري، علشان تدي الطعم والريحة الجميلة قوي للرز بتاعنا. هنقلب كده لحد ما الريحة الجميلة دي تبقى كده مالية الدنيا، وهنبدأ نحط الفلفل الأسمر، وكمان هنحط معلقة قرفة. هنقلب الحاجات الحلوة دي مع بعضيها كده علشان تدينا احلى تبهيرة واحلى ريحة للرز بتاعنا. حطيت هنا شوية شوربة كده، علشان طبعا طعم الشوربة بيكون حلو قوي مع الرز، بيدي طعم حلو قوي. وكمان هنا هنبدأ نحط الملح بتاعنا، واللي هو معلقتين من الملح، وطبعا على حسب كمية الرز. هنا فركت مكعب مرقة بالشكل ده. طبعا التتبيلة دي بتدي للرز طعم حلو جدا. هنا نزلنا بصدور البط اللي كنا قطعناها دلوقتي، واللي هنعمل بيها احلى طبق النهاردة. طبعا البط هيدي طعم حلو قوي للرز، وكمان هياخد من تتبيلة الرز طعم جميل جدا، يعني هيبقى طعمه حلو قوي بالشكل ده اهو. نزلنا كده كمان بكوبايتين الرز البسمتي بالشكل الحلو ده، وطبعا هنقلب كل الحاجات الجميلة دي مع بعضيها لحد كده ما الرز يتشرب ويبقى أحلى رز النهاردة. أحلى طبق هنعمله النهاردة من بقايا الأكل البايت واللي مش هنرميه أبدا، وهنعمل بيه غدا جديد وأكلة جديدة طعمها حلو جدا وشكلها خطير جدا. خلاص هنا الرز بقى زي الفل كده مستوي وجميل جدا، وكمان صدور البط بقى طعمها حلو قوي من تبهيرة الرز، والطبق كان مشبع وفعلا فعلا خطير. وهنا خلاص هنبدأ نغرف الطبق بتاعنا. ممكن تقدمي بقى معاه سلطات ومخللات، وممكن كمان شوية طحينة وشوية بطاطس محمر، علشان تبقى الأكلة كده جامدة جدا، وطعمه فعلا كان خطير. ده كان طبقنا النهاردة بالشكل الحلو ده، وشايفين الرز كان مفلفل وجميل ازاي، ولونه كمان حلو قوي.
كان لونه جميل جدا وطعمه حلو قوي، وكمان صدور البط طعمها جميل جدا، خدت التتبيلة حلوة قوي. بالشكل ده كان طبقنا، وعملناه من بقايا الأكل اللي مش ممكن نرميه، وكان طبق جديد وأكلة جديدة ووصفة جديدة. طبعا لو عجبكم الفيديو أو لو عجبتكم وصفتي، ما تنسوش تتابعوني وكمان تحطوا لايك للفيديو.